عزيزي الرجل، هقولك نظرية مهمة جدا اسمها دلعها وشغلعها وهتلاقي حاجة تنفعها. ببساطة كده عزيزي الرجل، لما تيجي تجيب هدية لمراتك ما تجيبلهاش ورد، لأن الورد بعد يومين بالظبط بيدبل ويترمي وترجع تقولك عمرك ما جبتلي هدية. نفسي مرة تجيبلي هدية تفرحني، مفيش مرة تدخل عليا كده بهدية تفرحني. ده ما بيجيبليش هدية خالص، ولا تجيب شوكولاتة، لأن الشوكولاتة هتتاكل وهترجع لنفس الموضوع يومين والتاني والتالت، وهترجع تقولك امتى اخر مره جبت لي هديه؟ فين الهديه اللي انت جبتها لي؟ وريها لي كده. وهي اتاكلت اصلا. فببساطه كده علشان تجيب لها هديه تعيش معاها، وكل ما تنزل كل ما تطلع تقول جوزي جايبها لي هديه، وكل ما حد يسالها عليها تقول جوزي هو اللي جايبها لي، يبقى لازم تجيب لها شنطه هاند ميد. انا مش عايزاكم تفهموني صح وتفتكروا يعني ان انا كده بسوق لشغلي، او ان انا بعمل الفيديو ده بس الغرض منه التسويق للشغل وان انا ازود مبيعاتي. نيفر. انا اهم حاجه عندي ان المدام تبقى راضيه على حضرتك، وهي تبقى راضيه على حضرتك ازاي الا لو جبت لها شنطه هاند ميد من عند بيجي كده اسمها ساره حارس، اشتغل هاند ميد وشغل جميل. بس اما انتي عزيزتي الست، خليكي قاعده بأسانه ويأسانه ومستنيه يجيبلك شنطه من حدانا. اعملي لايك وشير وكومنت وشيري له الفيديو وابعتيهوله علشان يشتري لك شنطه من عندنا. بس وربنا يقدرنا دايما على فعل الخير.